السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بألف خير. اليوم ان شاء الله الفيديو تبعنا سهل وظريف وطيب، طبعا اكلاتنا الشامية يعني اهل سوريا كلها بتحبها، اللي هي هاي المحمرة. هون عاملة نوعين، انا ساويتها قبل هالمرة بقناة يعني. تمام، هاي بندورة وبصل وشطة وزيت الزيتون، ملح، فلفل، اذا عندك زعتر بري حطي. تمام، تطبخيها طبخ. هاي فليفلة شطة بس لحالها حلوة طبعا، مع زيت الزيتون وملح، رشة ملح مو اكتر من هيك. تمام، نحط على وشها الجبنة. هلا هون عنا زعتر كمان ورجيتكم اياه، عملناه قبل هالمرة بس كان حنرد نعمله نشارككم معنا. تمام، هاي الزعتر. هلا بدنا نعمل اليوم بالخبز العادي، خبز العربي. شو هي؟ عرايس اللحمة. تمام، شو مكوناتي انا لإلها؟ بصل مفروم، البقدونس فيكي اذا ما بدك تحطي، فيكي ما تحطي. هلا في ناس بتعملها مثل كأنها تتبيلة تصفيحة، غلط، بتنعمل على الناشف. ليه؟ لانه بدك تحطيه على خبز، الخبز ما بده يكون فيه شي مبلول سوائل. تمام، يعني بتشبه لحمة الكباب، وهي اصلا من لحمة الكباب. تمام، هلا اخواتنا بمصر عندهم اياها اسمها الحواوشي، لهون بنقلها عرايس. تمام، بنحط لها شغلة معلقتين زيت. فيك تحطي مازولا، فيك تحطي مو مازولا، نباتي، او فيك تحطي هذا اللهم صل على النبي، زيت الزيتون. تمام، لون عنا ملح، فلفل، شطة، شوية كزبرة يابسة. تمام، عشان تعطيها النكهة. نرش الشطة عليها، الفلفل. تمام، هلا بنحط الملح. تمام، ملحناها وظبطناها. انا ما بحب كتر كتير شو اسمه مكون بهارات فيه، عشان تستطعم الواحد طعمة اللحمة. تمام، بس تطلع كتير كتير طيبة. هلا فيك تساويها بالمقلاية على الغاز، وفيك تساويها كمان بالفرن، بس ما بتاخد وقت، دغري بدك تكون عينك عليها. تمام، سهلة كتير جدا سهلة، بس طعمتها كتير طيبة والله. هي اخر شي بنساويها، اول شي بنساوي الفطاير، وبعدين نشتغل هي هي. تمام، طيبة طيبة كتير. هاي بنمدها هيك على الساندويش، على الخبزة. بس أهم شي إنه تنمزج منيح، بهارات كلها، الملح يفوتوا بقلبها وخلص. تمام، لما بدك تاخديها بدك تمسحيها هيك مسح على الخبز. تمام، هلا بورجيكم شو يعني خبز العربي، هذا خبزنا السوري. هلا بمصر خبزهم بكون أسمك شوي كمان على أزرق بالنسبة لهي الأكلة طبعا. يعتبر هذا خبز العربي، خبز نحن بنقول له مرقد، خبز المرقد. تمام، هلا بنجيب العجينة وبنشتغل فيها. هلا العجينة أنا حاطط لها 5 كاسات طحين ونص، 5 ونص على كاسة مي، كاسة حليب. فيك تبدليهم يا حليب كلهم يا مي كلهم، ما مشكلة. معلقة خميرة، معلقة سكر، 3 معالق زيت نباتي، أو بدك تحطيهم زيت الزيتون عادي. شو كمان حطينا فيها؟ تقريبا هدول طبعا. ومثل العادة مثل أي عجينة بتحطي السوائل مع بعضها، والسكر والملح بالنص بتحطي الملح، بدك رشة ملح كمان، ربع معلقة ملح مشان تشد معك العجينة. تمام، شو اسمه اللهم صل على النبي. بتحركيهم، بعدين بتنزلي أول شي كاستين، بتخليهم ياخذوا يغبوا السوائل مشان تطلع لك العجينة ناعمة. بعدين بترجع بتحطي 3 كاسات ونص معهم، وبايدك بتعجنيها، وبعدين تحطيها بقلب زبدية وسكر عليها، وتركيها شغلات شي 2 3 ترتاح. بعدين رجعي كوريها الاشكال اللي بدك اياها، ورجعي ريحيها شوي، بعدين اشتغلي فيها. تمام، هلا هون هي جهزنا السندويش. ما عندك فرشاي بالمحرمة تحطي شوية زيت. تمام،
نغطيها هيك على الجوانب كلها. تمام. نشيل هاي القطعة وقعت. هلا انا حتى اريح حالي شو بعمل؟ بعجنهم كل شي، بقطعهم وبحطهم هيك. مثلا بدي هذا الشكل، بدي اكبر، بدي اصغر، بشتغل فيه. بيجي لما بدي شو اسمه، اللهم صل على النبي، شو ما احلاها فيه. لما بدي اجي اشتغلهم بلاقيهم شو جاهزين دغري على الشغل معي، ما بتعذب، ما باخذ وقت. تمام. هلا انا هي بدي اعملها قارب، ما بدي شي، بس هيك وسع بايدي. ممكن بس واحدة قدامكم تشوفوها. اخذ شوية جبنة هيك. هلا الجبنة لازم تكون ناشفة اكتر هون، لانه شوف ساخت، ما المفروض تسيح معي. اضطر زيد الجبنة شوي كمان مشان ترجع تشد. هاي تمام. هاي عملناها قارب، خلص بنحطها هون. الباقي هيك نفس الشي، بنعملكم وحدة تانية كمان. تمام. بدي شي بس حط الطرف هذا على الطرف مسكرية، وكمان هون نفس الشي. بس هلا انا ما لازم يكون فيها سائل، ما بعرف انه من الشوب هون صار فيها. تمام. هلا هيك انا خلصته. تمام. هلا بيبقى على الشوي. هلا تعالوا نبلش نسويهم. فتحناها اثنين. هلا ما في داعي نحط ندهن زيت. تمام. دوري بنحط اللحمة. هلا ما بدك اياها تاخد لحمة كتير، بس هي هيك يعني اضبط الشي، يعني حاولي انك تمديها بايدك. تمام. ما بتاخد حجم. على فكرة ظريفة للي عنده عيلة، يعني ممكن بتمد مع اكتر، بتحط لها بندوراية بس تكون مبروشة برش معهم، اللحمة بتغبى. تمام. فبتمد معك وبتقدر تعملي كمية لأولادك، وهيك الكل بكون كمان أخذ لحمة، أكل لحمة. تمام. شايفة شلون ما أخذت شي؟ انتي فيكي تقلية وفيكي تخرطيها، بس هو ما لازم التقلية مشان تستوي معك دغري بالقلي. لما بتقليها طبعا مو قلي بالزيت، لا مقلاية عادية، بس بتدهنيها بالزيت بعد ما تخلصي. لبعد ما نخلصها وقت بدنا نشويها على الغاز نقليها. فيكي على المشواية تشتغلي فيها كمان، مشواية الفحم. تمام. بتجنن فيها. تمام. بس بتجيبي فرشاية وبتدهنيها زيت من هون ومن قفا نفس الشي. تمام. شايفة ما أحلاها؟ فيكي تعمليها هيك انصاص، تقصيهم وتعملي كل وحدة نص بنص. تمام. وبدك تخليها كاملة بتخليها. أنا هلا وقت بدي ساويها بدي قصة نصين. تمام. نعمل وحدة تانية قدامكم تشوفوها. تمام. هاي اللحمة. بلشي فيها منين ما بدك، من الجناب، من النص. مهم انه تكون تملى كل الرغيف الفراغات تبعه. تمام. بحيث كل مكان واصله اللحمة. هلا تتبيلة الصفيحة تبع العجين غير هاي تتبيلة كباب تعتبر. لا، في ناس انه كيف اخترعوها، يمكن انه صار يزيد معهم لحمة الكباب هن وعم يشووا، يمكن هيك اخترعوها بقول انا. تمام. هاي طلعونا هيك. فرديها بايدك هيك مثلا اذا في شي مو شو اسمه هيك. تمام. شايفة ما احلى الرغيف. انا بجيب المقص او سكينة، قصة قدامكم.
ما عندك سكينة حادة اشتغلي بالهذا، اللهم صل على النبي. وإذا عندك مقص مطبخ قصيها فيها. تمام. هاي تنتين صاروا لي. بدك اياهن ربع كمان اعملي هيك، صاروا لك 4. تمام. نفس الحكاية نقسمهم. عن جد أكلة ظريفة للي عنده عيلة وهيك دا يخلقون حابين يغيروا. شوفي كم قطعة كيف طلعوا. هذا الرغيف كمان نفس الشي التاني، تاني اسمه السين. يعني ما شاء الله الله والبركة بيطلع له. شايفوا ما أحلاها. كمان تعي نعمل 4 على السريع. حتى إذا عندك عزيمة وحابة هيك تغيري كمان تعملي شي معه، كمان بيشتغلوا معك. يعني شوفي ما شاء الله هدول كلهم. هلا بنعمل آخر وحدة ونشوف. هلا هون هاي جبنة بنحطها على المحمرة اللي هي موزاريلا. تمام. بوك هاي كتير ظريفة، بتطلع ما أحلاها معه. هلا شوفي شلون طلعوا، شايفين ما أحلاهم. والله أطيب من هيك مع كاسة الشاي يا لطيف. أكلة. هلا تعالوا نحط الزعتر. تمام. أنا بدي أعملها عادية بسيطة، ما بدي أعملها لا أشكال لا أعمل لها أطراف ولا أعمل لها شي. الطريقة البسيطة العادية جدا. تمام. هيك. هذا زعتر فلسطيني بجنن. تعرفوا انتو زعتر فلسطيني ولا أطيب ولا أحلى من هيك. وبعدها بيجي الزعتر السوري. مع انه هو نحن الزعتر السوري هو رقم 1. ليش؟ مشهورة حلب بالأنواع الزعتر. عندنا أنواع زعتر لا تعدى ولا لا بتنعد ولا بتحصى. وبلادنا نحن بتزرع شجر الزيتون. تمام. كلها هي وشو اسمه وعشبة الزعتر كمان نحن ببلادنا. تمام. فهي رقم 1 إذا نجي للحقيقة، أو بعدها فلسطين. تمام. شايفين ما أحلاها. هلا ناخذ على الفرن، ما بتاخذ وقت معنا. هلا تعالوا نساوي العرايس. ندهنها هيك شوية زيت. تمام. بناخذ أول قطعة بنزتها. وانا ما بنسى اني حاطه الزعتر تحت كمان. تمام. هلا بتركها هي تتحمص تنقلها مشاعركم. لا باخذها هيك بقلبها. شايفين كيف دغري بتتأمر، ما بتاخذ وقت معك ابدا، شغلها سهل، دغري بتتحمص معك. حاولي انك ما تتركيها لاخر الشي، بحيث انه شو لما بدك تيجي تاكلوه تكون شو تكون معك سخنة. تمام. هلا نجهز اختها. إيه انا نسيانة حالي. هلا بنزل هاي القطعة. تمام. خليها لتتأمر بعدين بنقلبها. هلا شوفي شلون كيف بتطلع لك مستوية ما لها نية. تمام. ولا أحلى ولا أطيب من هيك. هلا بناخد الطرف. هلا إذا عندك هيك محل مثل هاي بس اسقيها، حطي حواليها هيك أي نوع زيت عندك حطي. تمام.
خليها تاخد وقتها. هلا هدول بنساويهم. تمام. هلا هاي المطبوخة نشيل منه وبنحط هون. تمام. بنعبيها هيك، بس ما بنعبيها كتير، ما بناخد سوائل معها، ما بدنا سوائل معها. تمام. هلا بناخد الشطة والزيت على حلة هاي لحالها. تمام. هنا هون تمام. بناخد القطعة الأخيرة بنحط لها. تعبيت معالق. بكون فيها نوباية شوي، وين نوباية. تمام. هلا بناخد الجبنة، نبلش نحط على كل قطعة بدنا اياها. تمام. بدك تكتري تقللي، فالموضوع بيرجع لك هون. انا اولادي بيحبوا انه كترلهم، ينبسطوا فيها، يعني هي من الاكلات اللي بكيفوا عليها. نحط هون بقينا نحط هاي. شايفين هالكمشة ما احلاها، وهي تجنن ما شاء الله. تطلع تحفة ان شاء الله. شايفين ما احلى الصينية. هي 4 قطع. تعالوا شوفوا كيف طلعوا ما احلاهم. شايفيني على هالمنظر؟ خير الله. شايفين اطيب من الشارع بمليون مرة. لا تجيبي من الشارع لا شي، جيبي وساوي على ايدك، افضل لك وابرك لك. وعلى فكرة كل شي بيزيد، المواد اللي انت حطيتي حقها حتعملي فيها كذا مرة، اما لما بتاخديها جاهزة فانت شو بصير فيكي؟ اللهم صل على النبي. شايفين ما احلاهم. بتحطي حقها مرة واحدة وبتتاكل مرة واحدة، اما لما بتعمليها بايدك في فرق كبير. شايفين؟ على قدر اني لا اكمل لكم اياها ولا اسوي لكم فيها شي، بس يعني بصراحة فلاجية. وبهيك هاي الزعتر، هاي المحمرة. تمام. هاي الجبنة، هاي العرايس. شكرا لكم حبيباتي، ان شاء الله بيعجبكم.